بيبدا الانمي بتاعنا. كان في ام شايله ابنها الصغير، وكانت الام دي بتحاول تهرب من الناس بيلحقوها. قعدت في حته كده وبتغني للطفل بتاعها عشان ما يقلقش او يخاف. فجاه في واحده بتسمعهم في المكان وبتكلم الام دي وبتقترح عليها ان هي تخش البيت عشان طبعا الجو برد والطفل اللي في ايدها ما يتعبش. الام بعد ما اطمنت للست دي ادت لها الطفل الصغير وبتقول لها انا هروح اجيب له علاج وارجع تاني. وقبل ما الام تمشي بتكون لبست ابنها سلسله على شكل جوز هند، وبعد كده الست بتختفي تماما. الست حاولت تدور عليها في المكان لكن مش بتلاقيها. وبتمر السنين وبيعدي 18 سنه. بيكون الطفل ده كبر وبقى شاب وبيكون اسمه شو. كان في مره ماشي هو واخته لو اللي بتكون اخته بالتبني، بيلفوا في مهرجان كان معمول في البلد بتاعتهم. بس هم ماشيين في المكان شو بيسمع عن ناس عندهم قدرات خارقه ظهروا في البلد في الفتره الاخيره، وان اعدادهم زادت بشكل كبير جدا. بعد كده شو واخته بيشوفوا ناس متجمعين بيتفرجوا على شخص بيلعب بالنار، وشكل الراجل ده عنده قوه خارقه هو كمان. بيروحوا هما الاتنين يقربوا منه عشان يتفرجوا عليه. بس شو اول ما بيشوف الراجل ده وهو بيلعب بالنار الزمن حواليه بيتوقف وما عادش في حد في المكان بيتحرك. وبيروح شو في مكان تاني بيشوف سيف موجود في الفضاء. السلسله اللي كان لابسها شو بتنور كده لثواني وبعدين بيختفي من حواليه كل حاجه. بعدها شو بيتفرج على الساحر اللي قدامه وبيكون مبهور جدا من الاداء اللي بيعمله. شو بيقول في عقله اكيد ده مش حركات واحد عادي، اكيد دي قوه خارقه. بعد عرض النار اخته بتقول له شو ده عرض النار ده كان جميل جدا. لو بتقول له شو تعالى نروح ورا الكواليس يمكن نعرف اللي عمله عشان نعمل زيه. شو بيوافق على كلامها وبيسحبوا هما الاتنين وبيروحوا للكواليس. اول ما بيوصلوا المكان بيشوفوا مجموعه من الناس بتضرب الشخص اللي كان على المسرح بمخدر. الشخص ده بيقع على الارض بيكون مغمى عليه قدامهم. لو بعد ما شافت الراجل وقع قدامها اترعبت وصرخت. الناس وقتها بيسمعوها. شو بيطلع لهم وبيقول لهم هو الحمام فين يا جماعه؟ احنا تهنا وكنا بندور على الحمام. الناس بيقولوا انت بتستعبط يا عم انت، الحمام مش هنا. وبيقولوا له احنا على فكره احنا كنا شرطه وبنحقق مع الراجل ده. فشو بيضحك وبيقول لهم تمام يا معلمين، وبياخد بعضه هو واخته وبيمشوا. شو هو في الطريق كان بيفكر في اللي حصل. شو بيقول في عقل باله اكيد الراجل ده استخدم قوته في العرض فالناس دول هيخطفوه عشان كده. بعدين شو بيسال اخته بيقول لها ايه رايك في الناس اللي بيطلع لهم قوه جديده دول؟ قالت له انا عارفه انهم اكيد اقوياء بس بعد ما قوتي تظهر هكون اقوى منهم كلهم. وبتقول له شو انا عارفه يا شو لو قوتك ظهرت هتكون ضعيفه زيك. فبتضحك معاه بتقول له ما تقلقش انا ابقى احميك عشان ابقى اخليك تعمل لي اكل. بعد كده بيرجعوا على البيت وبيقابل شو الست اللي ربته وبيسلموا عليها وبعدين بيدخلوا للبيت. وهم في البيت كانت لو بتتفرج على التلفزيون على الناس اللي كانوا عندهم قوه خارقه. وشو كان رايح المطبخ عشان يعمل لها مكرونه بس بيخش المطبخ مش بيلاقي المكرونه وبيطلع عشان يشتريها من بره. شو هو ماشي في الطريق كان الجو برد جدا، واثناء هو ماشي في الطريق شو بيفتكر حياته وهو صغير وان ما كانش في حد بيقف جنبه غير له اخته، وان برضه هو كان تعبان كانت له هي اللي بتقف جنبه لدرجه ان هي هربت من دار الايتام عشان تعيش معاه في بيته. شو هو ماشي في الطريق وعمال بيفكر في عربيه جايه سريعه جدا فبتخبطه. شو بيكون واقع على الارض ودماغه بتجيب دم من كل حته. بس فجاه شو بيظهر له حاجات غريبه قدام عينه. السلسله اللي على رقبته بتتفعل فبتشفي كل جروحه. شو بيظهر هو طاير من على الارض وشكل قوته بتتفعل. بعدها شو بيقع على الارض وبيفتح عينه. شو بيقول في عقل باله انا ازاي اتخبطت من العربيه ومش حاسس باي وجع. بيقول ده اكيد قوتي الخارقه ظهرت، بس بيقول انا لازم احاسب الراجل اللي خبطني، انا مش هسيبه يروح كده وخلاص. والراجل كان واقف وميت من الخوف ومفكر ان شو خلاص مات. بس شو بيقوم من على الارض وبيعمل نفسه كانه شبح عشان ينتقم منه. الراجل بيكون في قمه الرعب وبيظهر فوق دماغه ارقام وبيجري على العربيه بتاعته وبياخدها وبيطير. شو بيكمل طريقه وبيوصل السوبر ماركت وبيروح يشتري المكرونه برضه. الراجل بتاع السوبر ماركت بيشوفه فبيترعب من منظره عشان كان في دم نازل من دماغه وظهر فوق راس الراجل ده ارقام برضه. شو بعد كده بياخد منه المكرونه بسرعه وبيطلع يجري على البيت. خبط في اتنين وهو بيجري وظهر برضه ارقام على دماغهم. بعد ما وصل شو على البيت لو بتساله هو ايه اللي عمل فيك كده؟ بيقول لا ما تشغلش دماغك مفيش اي حاجه. وبيخش شو على الحمام بيبص شو على كل جسمه في المرايه ما لقاش اي خبطات او جروح في جسمه. بعد كده شو بيروح على اوضته وبدا يتخيل القوه بتاعته. فجاه بتظهر شاشه غريبه جدا قدام شو فيها كل النقط اللي جمعها من الناس النهارده. شو بيقول هما مين الناس دول؟ انا ما اعرفش حد منهم. بس شو بعد كده بيفتكر اللي حصل والارقام اللي ظهرت فوق راسهم. بعد كده شو بيفهم ان لو ضايق اي حد بياخد منه نقط سحريه، فبيبقى سعيد جدا شو بالموضوع اللي حصل ده فبيقرر انه يضايق اي حد يقابله. وبيقول انا هبقى ملك الشياطين القادم. وبيقول كل ما ضايق الناس اكتر كل ما ابقى اقوى. ده عظمه قوي الكلام ده. بعدها بيكمل شو تأليف في الشاشه اللي قدامه. بعد كده بيشوف حاجه كده غريبه اسمها عجله الحظ وكل مره بتتلف ب 100 نقطه. وبص على الرصيد بتاعه بيلاقي 900 وبيقول ان هو كده معاه 9 لفات. شو بدا يلفها مره والتانيه ومش بيجيله اي حاجه خالص. كل مره بيجيله شكرا على المشاركه لحد ما في مره بيظهر له تفاحه سحريه كده. اول ما شو بياكل فيها بيحس ان في طاقه غريبه جدا جوه جسمه وكانها بتديله طاقه وبتعالجه من كل الاصابات اللي عنده. بعدها شو بيلفها اكتر لحد ما بيطلع له وثيقه مكتوب فيها الاغنيه اللي كانت امه بتغنيها له وهو صغير. بيحاول شو يغنيها ويغمض عينيه. فجاه شو بيحس بحاجه غريبه جدا في جسمه وشو بيتنقل مع القوه بتاعته كانه في عالم تاني. بيحاول شو يضايق في اخته كده وبيلاقيها
كده النقط السلبيه بتتحسب له. فبيفرح شو بيقرر انه يضايقها اكتر، وبعد ما بيخلص شو بيروح يتفرج مع اخته على فيلم كده. ولكن شو هنا بيقلق وبيحس بحاجه غريبه بره وبيروح عشان يشوفها. بيطلع شو على سطح بيتهم وبيلاقي الناس اللي شافهم قبل كده. شو هنا بيستخبى منهم قبل ما يشوفوه، ولكن في الاخر بيقدروا يمسكوه برضه. الراجل بيقول له شو انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ شو بيقول له ده بيتي انا عايش هنا. وبيقول لهم شو انتوا ايه اللي جابكم هنا اصلا؟ الراجل بيقول له ده في مجرم هنا خطير احنا بنجري وراه. الراجل بيقول له خليك جوه البيت عشان ما يحصلكش اي مشكله. شو بيقول له تمام يا ريس انا داخل جوه تاني. شو بيتفرج عليهم وبيقول في نفسه انا ازاي حسيت انهم عندهم قوه خارقه وهم ما حسوش بيا. شو بيقول في نفسه اكيد قدرتي اعلى منهم او حاجه. بس فجاه له بتساله وبتقول له انت كنت بتعمل ايه بره؟ لسه شو هيحكي لها على كل حاجه، وبيلاقي شخص من بره بيكون مرمي على الارض قدامهم. شو بيقرر يطلع يشوف في ايه، وبيقول لاخته خليكي هنا ما تتحركيش. له بتتضايق جدا منه وبتديله نقط سلبيه لحد ما بتقرر انها تروح وراه. شو بيشوف الراجل وبيعرف ان هو الراجل ده اللي كان بيلعب بالنار في العرض. شو بيقول له احنا لازم نتصل على الاسعاف فورا عشان تلحقه. وبيقول لها بس تكاليف المكالمه هتبقى غاليه علينا واحنا مش هنعرف ندفعها، خلينا نسيبه مكانه احسن. في الوقت ده الراجل بيتضايق وبيطلع منه نقط سلبيه. شو بعدها بيعرف ان الراجل ده عامل نفسه مغمى عليه، وبيفضل شو يضايق في الراجل ده اكتر. النقط عماله تزيد، وشو بيقول في عقل باله انا كده هبقى ملك الشياطين. الراجل بيزهق من كلام شو بيصحى وبيقول لهم انا عاوز اشرب ميه. شو بيقول له في شويه تلج هم كلهم عشان احنا ما عندناش ميه جوه للاسف. الراجل بيتضايق اكتر والنقط بتزيد، وشو هنا كان مبسوط جدا من اللي بيعمله. الراجل بيحاول يطلب من اخته المساعده لكن شو بيضايقه اكتر وبيوقعه على الارض. وبتفضل هنا النقط بتاعت شو عماله تزيد لحد ما هنا الراجل بيتعصب وبيحاول يحرق شو، ولكن قوه شو بتقدر تطفي النار بتاعته. الراجل هنا بيحاول يحرقه تاني لكن مفيش اي فايده. شو هنا كان مستمتع ومبسوط جدا من النقط اللي عماله تجيله. بعدها الراجل بيزهق وبيقول له يا عم انا غور من هنا ومش عايز منكم اي حاجه. فشو بيضايق فيه بيقول له خلي بالك لا تقع من على سطح تاني. فالراجل بيكون في الوقت ده متعصب وشو عمال يكسب منه نقط كمان. شو بيخش البيت هو واخته، واخته بتقول له انت ازاي ما اتحرقتش من الراجل ده؟ بتقول له اوعى تكون قوتك ظهرت وانا ما اعرفش. وبتضحك عليه وبتقول له بس اكيد لو قوتك ظهرت اكيد جسمك الضعيف ده مش هيستحملها. شو بيقول لها انت بتقول ايه؟ على فكره انا قوتي ظهرت. شو هو ماشي بيقول لها ما تنسيش تعملي الواجب قبل ما تنامي، وبياخد من اخته له شويه نقط زياده قبل ما يمشي. بعد كده شو بيدخل على اوضته وبيفعل القوه بتاعته. هنا شو بيلاقي عنصر بيتشرى فشو بيشتريه. بيطلع له شو حاجه غريبه كده فبياكلها. هنا اول ما شو بياكلها بيخش في مجال القوه بتاعته، بس في المره دي شو بيلاقي كوكب بينور قدامه. وهنا شو بيعرف ان كده عنده قوه جديده. بيرجع من المجال اللي كان فيه فبيلاقي نفسه قادر انه يشيل السرير بتاعه بايد واحده. شو بيطلع بره الاوضه فبيلاقي اخته له بتتفرج على التلفزيون. بيقعد جنب اخته فبيفتح التليفون على جروب الدفعه بتاعته. بيفضل يستفز في زمايله فبيكسب من وراهم نقط. اخته بتقول له هم ليه ما اتصلوش عليك من اول الجروب؟ شو بيقول لها عشان عارفين ان مش معايا فلوس فمش بيرضوا يكلموني. فلو بتقول له انت اللي بتريح دماغك مش اكتر. شو بيقول لها لا والله انت متخيله المصاريف اللي احنا بندفعها للبيت وللميه وللغاز والحاجات اللي بنشتريها من بره، الفلوس اللي احنا بندخلها يا دوب تقضينا لاخر الشهر. لو هنا بيصعب عليها فبتجيب له البيض عشان تبيعه بكره. وبنعرف ان شو هم عايشين على البيض اصلا. شو قبل ما يروح المدرسه كل يوم بيروح يبيع البيض عشان يجيب من وراه فلوس عشان يقدروا يعيشوا بيها. فعلا بيروح شو وبيبدا يبيع البيض للي عاوز. راجل عجوز بيساله على اخته له، فشو بيقول له هي تعبانه النهارده عشان كده ما قدرتش تنزل. بعدها بيعدوا 2 صحاب شو من الطريق فبيلمحوا شو وهو بيبيع البيض فبيكملوا طريقهم كانهم ما شافوش اصلا. العجوز بيقول له هم ما اتكلموش معاك ليه؟ مش دول صحابك؟ شو بيقول له هم اكيد محروجين عشان انا ببيع البيض. العجوز بيتضايق جدا فبيقول له هو ايه الغلط انك تكسب رزقك بالحلال؟ العيال دول اكيد قلالات الادب وما تربوش. شو هو واقف بيبيع البيض بيخش عليه 3 من صحابه وبيكون في واحد فيهم رئيس الفصل فبيخش يتبرد عليه وبيقول له البيض اللي انت بتبيعه ده بيخليك تعرف تعيش ولا ايه؟ شو بيرد عليه باحترام وهو هادي وبيقول له بقدر اجمع منه مصاريفي. فالواد بيتضايق منه جدا وبيطلع منه نقط بيكسبها. شو بيكمل كلامه ورئيس الطلبه بيقول له انت لازم تبيع كل اللي معاك بسرعه. بيقول له عشان اصحابك اللي في المدرسه لو عرفوا سمعتك هناك هتتاثر. شو بيقول له طب ما حلو طالما انت كده خايف على مصلحتي اشتري كل البيض اللي هنا ولا مش هتكون قادر على ثمنه. الواد بيتعصب جدا وبيقول له اكيد اقدر على ثمنه. شو هنا بيحط له البيض كله في كيس واحد وبيقول بصوت عالي للجميع ان رئيس الفصل اشترى البيض ده كله وما عادش فينا موجود بيض. الناس كلها بتتعصب فبيطلع منهم نقط. لعب عليهم كلهم وبيبيع البيض بتاعه في ثواني. واد شو ده جامد يا جدعان والله. المهم بيروح شو على الفصل فبيفتح شو تليفونه فبيلاقي موقع اتعمل بيعرفهم على الناس اللي اكتسبت قدرات خارقه. هنا شو بيجيله فكره عشان يكسب منهم كلهم نقط. شو بيقوم وبيقول لهم ان في واحد جديد ظهرت له قوه خارقه. الفصل كله استغرب وبيقول هو مين ده؟ شو قال لهم اللي بعت الرساله كان اسمه مجهول ومش مكتوب اصلا. الطلاب كلهم اللي بيبقوا في الفصل كلهم بيتعصبوا. شو اخد منهم كلهم نقط. يا ابن اللعيبه جامد يا ابن والله. فجاه هم كلهم قاعدين في الفصل بيدخل عليهم واحد بسرعه وبيقول لهم في مصيبه حصلت. هنا العيال بيسالوه في ايه؟ بيقول لهم في واحد من الفصل اللي فوقنا طاقته ظهرت وعمال يضرب في الطلاب وماسك مدير المدرسه شكله هيقتله. شو بعد ما بيسمع الكلام ده بيقول فرصه اكسب منهم كلهم نقط. شو هو ماشي بيعدي جنب بنت بيحس انها عندها قوه خارقه هي كمان، ولكن البنت دي مش بتميل انها عندها قوه خارقه. بيوصل شو على مكان الولد وبيلاقيه شايل المدير
وشكله هيحدفه من على السطح، وكل الطلاب واقفه بتتفرج ومحدش عارف يعمل مع الطالب ده اي حاجه، لحد ما هنا بتيجي لشو فكره، وبيروح الواد ده وبيقول له على العقاب اللي هيحصل له لو قتل المدير ده. وكل اللي كان واقف كان زهق من كتر الكلام، وشو كسب من وراهم نقط كتير. اثناء ما شو كان بيكلم الولد ده، الولد اتشتت انتباهه والشرطه قدرت تمسك الولد ده، وهنا الوضع رجع سليم تاني. بعدها شو بيرجع على الفصل بتاعه، بيلاقي في ناس هناك مستنياهم، والناس دي بتكون موجوده عشان تعمل تحاليل عشان يعرفوا اللي عندهم قدرات خارقه او لا. شو هنا حاول يهرب منهم لكن ما عرفش. شو رجع على البيت وحاسس ان اخته له فيها حاجه غلط. شو بيشوف واحد كده والراجل ده بيكون عاوز يتعرف عليه، لكن شو ما بيرضاش يتعرف عليه وبيكسب منه نقط. اول ما بيوصل البيت بيلاقي اخته بتفتح له وبيلاقي له شكلها تعبان جدا. شو بياخدها على السرير وبيقول لها ارتاحي انتي وانا هروح اجيب لك علاج واجي. شو بيطلع بره الاوضه وبيقفل الباب وراه. شو بيقول في عقل باله يا ترى الفواكه بتاعتي هتقدر تعالج له ولا لا. بيفتح القوه بتاعته وبيفضل يلعب بحركه الحظ لحد ما يجيب منها الفواكه. بيخش على اخته له وبيديلها واحده من اللي جابهم. اخته بعد ما اكلتها البنت اتحسنت ودرجه حرارتها راحت. بعدها شو فضل يستفز فيها شويه عشان يكسب من ورا نقط. تاني يوم بيروح شو على الفصل بيلاقي نتيجه التحاليل ظهرت، وبيندهوا على الطلاب اللي عندهم قوه خارقه، وبتكون اول بنت بيكون عندها قوه خارقه اسمها ساي، والبنت دي بتكون نفس البنت اللي قابلت شو على السلم. بعدها بيندهوا على رئيس الفصل، وبعد كده الباقي، وبيجي دور اخر واحد المدرس وهو بيقول اسمه ما كانش مصدق اساسا، وطبعا بيكون هو شو. الفصل كله بيتضايق. في الوقت ده شو بياخد منهم نقط كتير جدا. تاني يوم بيجي واحد جديد على المدرسه، فبيروح يقعد جنب شو عشان البنت اللي بتكون قاعده جنب شو بتكون زهقت منه. شو بيفضل يستفز فيه عشان ياخد منه نقط. شو بيقول له في حد اعترف لك بحبه قبل كده؟ جانغ بيقول له ايوه. شو بيقول له يا ابني ما اقصدش الولاد، في بنت قبل كده اعترفت لك؟ فبيستفزه وبياخد منه نقط برضه. المهم بالليل الطلاب اللي بيكون عندهم قدرات خارقه بيتجمعوا في المدرسه عشان يتدربوا على استخدام الطاقه بتاعتهم. شو بيروح الفصل وبيلاقي الراجل ده هو اللي بيدربهم، وبيكون هو نفس الشخص اللي كل شويه كان بيقابله. الراجل هنا بيسال الطلاب بيقول له حد يعرف خليه الصوديوم بالبوتاسيوم؟ رئيس الفصل هنا بيرفع ايده، بس المدرس هنا بيختار شو عشان يجاوب. شو بيقول له خليه الصوديوم؟ بيقول له ده اكيد طريق للجنه. بيقول له صح، والمدرس بيتعصب منه جامد فبياخد منه نقط. المدرس بيقول له انا غلطان سالت واحد تافه زيك اصلا. بعدين المدرس بيعرفهم بالعنصر اللي معاه ده، بيقول لهم العنصر ده عباره عن الكفاءه، وبيقول له اي حد فيكم دمه هيلمس السائل ده لونه هيتغير على حسب قوته، وبيقول كل ما كان اللون اغمق كل ما كانت قوتك اعلى، وكلكم هيتوزع عليكم انبوبه دلوقتي، وبيقول لهم الكل لازم يعملها عشان نصنف القوه بتاعتكم. بيقول لهم انا عاوزكم تعرفوا حاجه، ان دي القوه بتاعتكم دلوقتي، انما بعد كده قوتكم هتزيد بالتدريب والشغل بتاعكم على نفسكم. وبيوزع العلب عليهم. نتيجه التحليل بتظهر وشو بياخد اقل نتيجه، وده عشان اكل فاكهه بتقلل القوه بتاعته قبل الاختبار. رئيس الفصل واصحابه حاولوا يستفزوه لكن شو بيستفزهم وبياخد من وراهم نقط. بعدها شو بيرجع البيت وبيفعل القوه بتاعته. بتظهر له رساله ان في عنصر جديد ظهر في عجله الحظ بتاعته. بيفضل شو يلف في العجله وبيطلع له حاجه في الاخر اسمها توفو. ريحته بتكون سيئه جدا بس طعمه بيكون حلو قوي. اخته بعد ما بتشم الريحه دي بتقول له انت جايب البتاع المقرف ده منين؟ شو بيقول لها هتصدقيني لو قلت لك انك كسبت العنصر ده؟ بعدها شو فضل يلف في عجله الحظ بتاعته لحد ما بيطلع له 50 توفو. شو اخته بتقول له انت ما عندكش عصير او قرص؟ بتقول له كله من النوع ده بس. شو بيقول لها والله ده اللي موجود. شو هنا فضل يلف في العجله اكتر واكتر لحد ما فجاه بتطلع له وثيقه كده. فجاه شو بيفتحها لكن القوه كلها بتدخل في لو. الزمن في الوقت ده بيقف وبيظهر شعاع اسود بيخترق السماء وبيدخل الشعاع ده كله في لو. اخته بتقول له شو هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم اي حاجه. شو بيقول لها غمضي عينك وركزي قوتك يمكن تفهمي. بتغمض عينها فعلا وبتلاقي ان خريطه النجوم بتاعتها ظهرت، وده معناه ان قوه لو الخارقه ظهرت. لو بتكون في الوقت ده سعيده جدا وبتكون فرحانه. وبعدها شو بيدخل على اوضته بيفكر في طريقه عشان يخلص من التوفو اللي معاه، وبيقرر ان هو يبيعه عشان يقدر يكسب من وراه فلوس. وبيقول واللي يشم ريحته ما يعجبوش ياخد منه نقط. الواد ده دماغه شغاله يا جدعان. تاني يوم بيجي الشو عشان يبيع التوفو بتاعه. بيطلع من بيته بيلاقي عجوز ماسك السيف بتاعه كده وعمال يتدرب بالسيف بتاعه. شكل العجوز ده محترف في استخدام السيف بتاعه جدا. العجوز بيروح لشو بيقول له انت عاوز تتعلم الحركه دي؟ شو بيقول له لا وبيسيبه بيمشي. والعجوز هنا بينصدم من الرد بتاعه فبيكسب من وراه نقط. بعدها شو بيروح عشان يبيع التوفو بتاعه وما بيكونش حد عاوز يشتري منه في الاول بسبب الريحه بتاعته، بس بعد كده في واحد بيدوقه والناس كلها بتتلم فبيخلص التوفو ده في ثواني. بعدها شو فضل يكمل حياته الطبيعيه ويفضل يستفز في الناس ويكسب من وراهم نقط ويستخدم النقط دي في فتح قدرات جديده لحد ما شو بيكمل كل الكواكب في خريطته النجميه. هنا شو بيظهر له طاقه جديده وسلاح جديد يقدر يستخدمه، وبيطلع له سيف والسيف ده يقدر يستدعيه في العالم الحقيقي ويستخدمه. بعدها شو بيروح على الفصل وبيلاقي اصحابه بيتكلموا على الحوادث اللي بتحصل الفتره الاخيره. وهنا رئيس الفصل بيجي وبيقول لهم ايه رايكم نعمل فرقه سحريه ونحارب بهم المجرمين دول؟ لكن الكل هنا مش بيديله اي اهميه ومش بيعبروه اساسا. فبيروح الواد ده عشان يستفز شو، فشو هنا ما بيعبروش اللي بيكلموا اصلا فبيكسب منه نقط. بالليل وهم بيتدربوا على القوه بتاعتهم بيجيب لهم المدرس بتاعهم حجر للسحر وبيقول لهم الحجر ده يخليك تتدرب على خريطتك النجميه ويخليك اقوى. شو بيفرح جدا وبيروح يستخدم الحجر بتاعه، ولكن الخريطه بتاعته بتكون قويه جدا فبترفض استخدام الحجر اللي جابه له المدرس. فبيقرر هنا شو اللي هو يفضل يستفز في الناس عشان يكسب من وراهم نقط اكتر. وتاني يوم شو
بيشوف نفس الراجل العجوز وهو بيتدرب، والراجل العجوز ده عمال يعمل حركات جميله جدا قدام شو عشان يخلي شو ينبهر ويقول له دربني، بس شو بيكون بيعدي من جنبه اصلا وما قالوش حتى السلام عليكم. وبيروح شو على المدرسه بتاعته، وبيكون رئيس الطلبه قاعد عمال بيلاعب العيال ريست ومحدش عارف يكسبه. لما الواد ده يشوف شو بيحاول يستهزأ بيه، الواد بيقول له ايه رايك تلعبني بدراعي الشمال؟ بيقول له هو ضعيف شويه بس حاجه على قدك. شو بيقول له تمام اتفقنا، وبيروح شو عشان يلعبه. شو بيفوز على الواد ده بكل سهوله، وطبعا شو بيكسب من وراه نقط كتير عشان استفزه وضايقه. بعدها شو بيقول له انا دراعي الشمال قويه شويه فما تزعلش مني، فبقول له ايه رايك تلعبني باليمين يمكن تكسب، وبيلعبه تاني باليمين لكن برضه بيخسر. شو هنا بيفضل يستفز فيه وبيقول له يا عم ده انا طاقتي زادت لما مسكت ايدك، عمال يستفز في الواد وعمال يكسب من وراه نقط. بعدها بيروح الطلاب عشان ياكلوا، بعدها شو بيروح وراهم بالتوفوا عشان يكرههم في عيشتهم بسبب الريحه بتاعته، فبيكسب من وراهم كلهم نقط برضه. هنا جي بيروح وبيسال شو بيقول له انت ازاي طاقتك زادت كده، فشو بيعلي صوته بيقول له ده بسبب رئيس الطلاب، هو ده اللي جاب لي الحظ النهارده. فجي بيقول له شو انت ممكن تقول للمدرس على طاقتك اللي زادت، بيقول له هو هيديلك احجار سحريه اكتر. شو بيساله عن مكان شغل المدرس ده، فجي بيقول له هو شغال في شبكه الارض. شو بيستغرب ويقول له في منشآت تانية، فجي بيقول له اكيد ايوه، بيقول له في كمان في حاجه تانية اسمها شبكه السماء ودي بتكون اقوى من الارض بمراحل. فشو هنا بيقول له تمام. بعدين شو بيرجع على البيت، بس شو قاعد بيسمع ناس قدام بيته بيتصنت عليهم وبيعرف انهم من شبكه السماء. بيروح قائد الناس دي للعجوز وبيعرض عليه ان هو يشتغل معاهم، بس العجوز هنا ما بيكونش موافق وبيقول له ان هو مش فاضي دلوقتي. فالراجل بيقول له تمام، فالراجل بيقول له خليك عارف ان المنصب اللي موجود في شبكه السماء مش هيكون فاضي لحد غيرك. شو بعد ما شافهم عرف ان العجوز له علاقه بشبكه السماء، وهنا شو بيقرر ان هو يتعلم منه مبارزه السيوف. وفعلا شو بيروح للعجوز عشان يقدر يتعلم منه. العجوز فرح جدا وبيقول له تعالى في اي وقت يا عم عشان ابقى اعلمك. شو بيقول له تمام. شو بيقول له بس انا عندي شرط واحد. العجوز بيقول له ايه. شو بيقول له انك تهتم بمذاكره لو عشان انا مش فاضي ان اذاكر لها الفتره دي. العجوز اتضايق شويه واللو فضلت تتضايق اكتر وفضل يكسب من وراهم برضه نقط، وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم وشو قاعد في الفصل بيلاقي النقط بتاعته عماله تزيد. بيستغرب شو من الحوار ده، ولكن شو بيعرف ان هي بسبب لو ان هي عماله تضايق في العجوز، وده طبعا عشان القوه بتاعت لو اتفعلت بسبب شو. المهم شو طالع من الفصل بيشوف ساي وهي معديه من جنبه. البت دي هاديه وراسيه بصوره غير طبيعيه، وتحس ان البت دي غامضه وراها حاجه. في نفس الوقت ده العجوز كان بيعلم في لو شويه مسائل رياضيه. البت متعبه جدا وعماله تستفز في الراجل العجوز وبتقول له انت اتعلمت العد امتى. الراجل بيقول لها قبل ما انت تيجي الحياه اصلا. لو بتقول لها يعني انت عندك 81 وانا عندي 10، لو شلنا ال10 يبقى انت قعدت 60 سنه وما تعرفش تعد. وشو هنا عمال بيزيد نقط. المهم العجوز هنا بيقول له شو انا علمتها زي ما انت قلت لي، يلا بقى نتدرب. فشو بيقول له تمام. العجوز جاب شويه اوزان وقال له انا عاوزك تلبسهم بالترتيب، قال له يعني خفيفه وبعدها تقيله وكده يعني. وبيقول له القفاز ده هو ده اتقل حاجه هنا، والقفاز ده بيكون معدي 300 كيلو. شو بيبص على الحاجات وشال القفاز ده بايد واحده ورماه في الجو، وبيقول للعجوز انا نظام طاقتي زاد في الفتره الاخيره، وبيقول له خلينا نبدا على طول بلاش قوانين. العجوز بيكون منبهر جدا بشو وبيقول له خلاص يلا نبدا. العجوز مسك ورقه كده وقال له انا هعلمك ان كل حاجه ممكن تتقطع. طاقه العجوز فضلت تتجمع حوالين الورقه بكميه كبيره جدا. ضرب ضربه واحده بس في الهواء شقت المكان باللي فيه بالكامل، حتى الجدار اللي كان قدامهم اتقسم نصين. بعدها العجوز اخد سيفه واداه لشو عشان يتدرب بيه. شو فضل يتدرب وطاقته عماله تزيد. شو عمال يتعلم بسرعه غير طبيعيه. شو هنا حرفيا بقى محترف سيوف مفيش كلام، وشكل كده دي هتكون موهبته.